سمو الامير فهد بن خالد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. سمو الامير بعد 3 سنوات الموسم هذا بهزيمتين الفريق الهلالي، الفريق الاهلاوي يعود مره اخرى لكسب هذه البطوله. ما الشيء الذي تغير على الفريق الاهلاوي بالنسبه للمواسم السابقه وبالنسبه لهذا الموسم وبالتحديد هذا اللقاء؟ جماهير النادي الاهلي وبارك للرمز الاهلاوي الكبير الامير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، وبارك لاعضاء شرف النادي الاهلي وجماهيره. وبارك 3 شخصيات تعنيني انا كثير، اخوي فهد الرشودي، اخوي موفق خالد، اخوي خالد صحر اللي ما قصروا. احنا قلنا من اول بدايه الموسم ان هذا الفريق بطل، الفريق هذا شاب يحتاج الى خبره، والحمد لله ما انتهى الموسم الا محققين بطوله واسعدوا جماهيرهم واعادوا هيبه الاهلي. فقبل امس احتفلنا باليد، اليوم نحتفل بطائره، وافراح الاهلي مستمره باذن الله بجميع الالعاب. سمو الامير طبعا مجهود كبير يجير سمو الامير فهد بن خالد وصاحب سمو الامير خالد بن طلال المشرف على فريق كره الطائره الهلالي بعوده الفريق الهلالي مره اخرى الى اجواء المباراه. ما في شك اللي يربطنا انا اللي يربطني شخصيا بالامير خالد بن طلال هو شيء كبير. الامير خالد بن طلال الجميع شاهد موقفه في الرياض، شاهد موقفه اليوم. ما نقول الا كسر الله من امثالك امير خالد، وهارد لك ومعوضه خير ان شاء الله. الف مبروك سمو الامير. شكرا. اذا كان حديثي مع صاحب سمو الامير فهد بن خالد